مشى موسى وهارون لعند فرعون وداروا كما قال لهم الله بالضبط، ولكن فرعون قصح قلبه وكتر تمارع على الشعب وخا موسى دار بزاف د المعجزات، وبدا الله كينزل ضربات على أرض مصر ضربة مورا ضربة باش فرعون يطلق الشعب بزز منه. وكانت الضربات ديال الكراين والدبان والدمايل والتبروري والجراد و3 أيام ديال الظلام. ملي كتنزل الضربة على فرعون كيواعد باش يطلق الشعب، ولكن غير كدوز الضربة كيرجع في كلامه وكيزيد يقصح قلبه. ومن بعد الضربة التاسعة قال الله لموسى غنضرب فرعون بالضربة الاخرى وبسببها غادي يخليكم تخرجوا من مصر. ومشى موسى لعند فرعون ونبهه وقال له هاد الليلة وفي نص الليل ملاك الله غايدوز في أرض مصر، وفي ديك الوقت غادي يموت البكر من كل حاجة من الناس والبهايم، وغيبدا منك حتى الآخر واحد خدام عندك في القصر. ولكن ولاد يعقوب ما يتقاس منهم حتى واحد. رفض فرعون يسمع كلام موسى وقال له الله قول لكل عائلة من ولاد يعقوب يختاروا خروف ويكون في عمره عام وبلا عيب، ونهار 14 في الشهر يذبحوه في وقت الغروب وياخدوا الدم ديالو ويرشوه على بيبان ديورهم من الفوق ومن الجناب. وفي ديك الليلة غندوز في أرض مصر وغنهلك البكر من كل حيوان وإنسان، وننزل الحكم ديالي على كل آلهة المصريين. ولكن انتوما الدم المرشوش على بيبان ديوركم غيكون علامة اللي كتميز بينكم وبين المصريين، وملي نشوف الدم غندوز وما ننزلش العقاب عليكم بحال المصريين، ويولي داك النهار عيد تحتفلوا به طول حياتكم. وفي نص الليل وقع داك الشي اللي قال الله، ومات البكر فرعون وديال كل العائلات وديال الحيوانات. في ديك الليلة سمع الغوات والبكاء والنديب في أرض مصر كلها اللي ما عمره كان بحاله. وعيط فرعون على موسى وقال له دي الشعب ديالك وكل ما كتملك وخرج من بلادي بالزربة. وهكذا نجى الله الشعب ديالو من العبودية في مصر كما قال لهم، وخرجهم باش يعبدوه بحرية في الأرض اللي وعدهم بها. تسعود الضربات الأولين الله نبه فرعون باش يخلي الشعب يخرج. شنو الفرق ما بينهم وبين الضربة الأخرى؟ شنو كيعلمنا هاد الشي على حدود صبر الله؟ شنو هي الطريقة اللي عطاها الله لولاد يعقوب باش ينجاو من الموت؟ شنو الحاجة اللي كان خاصهم يديروا باش ينجاو؟